بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنرحب بكم معشر المتابعين الكرام عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية في هذا اليوم، يوم الخميس 29 من شهر رمضان عام 47 و400 وألف، حيث نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله الزبيدي حفظه الله تعالى ونفع الله به، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان استفدنا من رمضان، وذلك ضمن فعاليات دورتنا العلمية الرمضانية التاسعة لهذا العام، عام 1447. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، فأرحب بكم في هذا اللقاء المقتضب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه نافعا لعباده. أيها الإخوة، نحن نعيش موسما عظيما كريما قضينا جله، ولم تبقى منه إلا شيء يسير بالنسبة لكم. وأما نحن هنا في المملكة فقد انتهينا من هذا الموسم الذي هو شهر رمضان. هذا الشهر أيها الإخوة هو منة ومنحة من الله سبحانه وتعالى لنا، لنجدد فيه التوبة ونستكثر فيه من الأعمال الصالحة التي ترفع درجاتنا وتثقل موازيننا. مر الشهر مرورا سريعا، كنا نعد الأيام والليالي قبل مجيئه، ثم حل علينا وبدأنا نعد أيامه ولياليه، ثم ما لبث أن مضى وتولى. فماذا استفدنا؟ الكلمة عنوانها استفدنا من رمضان، وهو جواب لهذا السؤال الذي ماذا استفدنا من رمضان، أو ماذا أفادنا هذا الشهر، أو بماذا عاد علينا هذا الشهر. وهذا اللقاء هو جواب ذلك السؤال، وسأختصر لكم كثيرا نظرا لضيق الوقت كما علمت عندكم ما بين هذا اللقاء وبين الصلاة القادمة. أولا أيها الإخوة، تعلمنا في هذا الشهر أمورا كثيرة، بعضها فرض وواجب، وبعضها نافلة وقربة. أما أهم شيء تعلمناه فهو الصيام، الذي هو ركن الإسلام. ففي حديث ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، وذكر منها صيام
شهر رمضان، فتعلمنا الصيام الذي هو ركن الإسلام، وربما كنا نستثقل الصيام قبل هذا الشهر، ثم لما صمناه وجدنا أن الصوم سهل ميسور وليس فيه تلك المشقة التي ربما حدثتنا أنفسنا الأمارة بالسوء بها. وإذا تأملنا أو نظرنا في أحوال السلف وكيف كانوا يصومون، نجد أننا لم نقتدي بهم ولم نتشبه بهم. نعم، الفريضة تكفينا من حيث الوجوب ورفع الإثم والحرج، لكن لو أننا تتبعنا طريق السلف ومنهجهم لوجدنا أن الصيام يكاد يستغرق السنة كلها. فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر شعبان إلا قليلا، ومن سنته بعد صيام رمضان صيام 6 أيام من شوال، ومن سنته صيام 9 الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، ومن سنته الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، ومن سنته صيام 3 أيام من كل شهر، ومن سنته صيام الاثنين والخميس. وأبلغ من هذا وأكثر شيء في الصيام صيام داود عليه السلام، أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. فمن أكثر من الصيام فإنه لن يستثقل الصيام في شهر رمضان، ولذلك فعلينا أن نواصل الصيام بإتمام الفضل وصيام 6 أيام من شهر شوال بعد أن نقضي ما قد فاتنا إن كان هناك فائة علينا من صيام شهر رمضان، ثم نتبعه بالأيام 6 من شهر شوال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، يعني كصيام السنة. فالسنة 12 شهرا، فرمضان ب10 أشهر و6 أيام بشهرين. ونسأل الله من فضله وأن يعيننا وإياكم على هذه السنة. تعلمنا أيها الإخوة في رمضان التقوى، وهي مقصود عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فصمنا الصيام المكتوب المفروض، وتعلمنا التقوى. والتقوى هي عبادة خفية فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجل الصوم لي وأنا أجزي به. فلو أنك عرض عليك في خلوتك وأنت صائم أن تشرب شرابا باردا أو تأكل طعاما تحبه وتتلذذ به في وقت فطرك، لأبت نفسك ذلك وامتنعت عنه ولو كنت لوحدك منفردا. وهذه هي التقوى، لأن التقوى هي مراقبة الله سبحانه وتعالى في الخفاء وفي الخلوة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فالتقوى أيها الإخوة هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تتقي المعاصي، أن تبتعد عن المحرمات، أن
تأتي بالواجبات وأن تكف عن المحرمات في خلوتك وجلوتك، في حضور الناس وفي غيابهم. فهذه التقوى أيها الإخوة نتعلمها من هذا الشهر، فنراقب الله سبحانه وتعالى في الخلوات ونتقيه ونعبده حق عبادته. فإذا خرجنا من شهر رمضان ينبغي أن تترسخ في قلوبنا هذه التقوى، لأن الله قد أمر بها وأثنى على أهلها وامتدحهم ووعد أصحابها بالجنات العالية. وأهل التقوى هم أهل محبة الله ورضوانه. والكلام على التقوى كلام كثير، ولكن نحن نريد أن نؤكد على أن التقوى درس من دروس هذا الشهر الذي مر بنا، الذي هو شهر رمضان. استفدنا أيها الإخوة من هذا الشهر العودة إلى المساجد والمحافظة على الصلوات مع الجماعة، وهذا أهم شيء يتعلق بأمر المساجد في شهر رمضان، أن الناس يحافظون على الصلوات، فترى المساجد ممتلئة بالمصلين، حتى ربما في بعض المساجد لو جاء رجل متأخر لم يجد له مكانا يصلي فيه. امتلأت المصليات النسائية بالمصليات من المؤمنات، وامتلأت المساجد بالشباب والرجال، الشباب والكهول، كل حريص على أن يدرك الصلاة، فتراهم في صلاة الفجر أضعافا مضاعفة لما كانوا يحضرون في غير شهر رمضان، وتراهم في صلاة المغرب، وتراهم في صلاة العشاء. فهذه فائدة عظيمة جدا استفدناها من هذا الشهر، وهو المحافظة على الصلوات مع الجماعة. فينبغي أن نستمر على هذه المحافظة، وأن نحافظ على صلاة الجماعة في المسجد، لأن صلاة الجماعة أيها الإخوة واجبة على الأعيان على الصحيح من الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحضورها ونهى عن التخلف عنها، وأخبر أن المتخلفين عنها منافقون أو هم كالمنافقين، وأن الله سبحانه وتعالى قد أفادنا وأخبرنا في كتابه أن المنافقين لا يحضرون الصلاة مع الجماعة، وإنما إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. وقال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أما أداء الفريضة بالصلاة من حيث هي فإنه ركن من أركان الإسلام كما هو معلوم، وتاركها كافر كما جاء النص على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، روايتان. فرمضان استفدنا منه المحافظة على صلاة الجماعة، بل واستفدنا أيضا الحرص على قيام الليل، فترى الناس زرافات ووحدانا متجهين إلى بيوت الله لأداء صلاة التراويح أو صلاة التهجد، وكلها قيام الليل. فصاروا يقومون الليل في رمضان ويحرصون عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فحرص الناس على قيام رمضان وقيام ليلة القدر، واهتموا بذلك وتزاحموا في بيوت الله، خصوصا في
بيوت الله الكبيرة التي يجتمع فيها الناس كالحرمين والمساجد الكبيرة. فترى المساجد مكتظة بالمصلين في جميع بلاد المسلمين، وهذا فضل كبير وخير عظيم ينبغي أن نحرص عليه وأن نواصل وأن نصلي في بيوتنا ونجعل لها من صلاتنا نصيبا من النوافل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وأصحابه كانوا يقومون الليل وكانوا يصلون في الليل، لا يكتفون فقط بصلاة قيام الليل في رمضان ثم يتركون القيام. ينبغي للمسلم أن يحافظ على قيام الليل ولو ركعات خفيفة، مثل ما كنت تصلي في رمضان صلي شيئا يسيرا في بيتك، ولو 3 ركعات 5 ركعات أقل أكثر، وإن صليت كما كنت تصلي في رمضان فهذا خير وفضل عظيم. فاستفدنا أيها الإخوة من رمضان قيام الليل والحرص على فرائض الصلوات. كذلك أيها الإخوة استفدنا من رمضان القرب من كتاب الله وتلاوة كلام الله والتلذذ به والمسابقة على ختمه والحرص على اكتساب الحسنات والأجور من تلاوة كتاب الله، لأن القرآن كتاب رمضان، أنزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال الله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال الله إنا أنزلناه في ليلة القدر، فنزل القرآن في رمضان، ولذلك كانت تلاوة القرآن في رمضان هي شعار الصالحين، وعلى رأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن. فهذا هو الهدي، وكان السلف يحرصون على تلاوة القرآن في رمضان، حتى أن عثمان رضي الله عنه قد ثبت عنه أنه كان يختم القرآن في ليلة أو في ركعة، وكان بعض السلف يختم القرآن في رمضان 60 ختمة. نعم هو صعب وشاق وثقيل، لكن كانوا يحرصون على هذا الموسم، يعني ربما لم يكن هذا ديدنهم، وإنما كان هذا لحرصهم على اغتنام الأوقات في هذه الأيام بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. ويكفينا في فضل القرآن قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. ثم قال النبي: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم ولام حرف وميم حرف. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، فالحسنة ب10 أمثالها، هكذا قال الرسول. فإذا عددت أحرف القرآن وضربتها في 10 ستخرج عندك ملايين من الحسنات. فمن ختم مرة ومرتين و3 و4 و5، كل ما أكثرت من تلاوة القرآن كلما كثر أجرك وثوابك عند الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة لا نقطع الصلة بكتاب الله، نقرأ منه ما تيسر حتى ولو كان شيئا يسيرا، فالقرآن كله كلام الله وكله خير وكله فضل. وهناك بعض السور هي أفضل من بعضها، فسورة الفاتحة كما هو معلوم أنها أعظم سورة في كتاب الله، وآية الكرسي أعظم آية وأفضل آية في كتاب الله، والآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. وسورة البقرة وآل عمران سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهراوين، قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. سورة الإخلاص أيها الإخوة تعدل ثلث القرآن،
وأقسم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. المعوذات ومع الإخلاص سورتان الفلق والناس، قال النبي: ما تعوذ متعوذ بأفضل منهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في كل ليلة 3 مرات ويكررها هذه ال3 السور ويمسح بها على جسده عند النوم، وإذا اشتكى فإنه يقرأها ويرقي بها نفسه. والقرآن كله خير وبركة، فأكثروا من تلاوة القرآن. اجعل لك حزبا تقرأه في كل ليلة في كل يوم. لو قرأت في كل يوم جزءا لكان في كل شهر تستطيع أن تختم ختمة. فإذا قرأت أكثر ختمت في مدة أقل. والسنة أن يختم في كل 3، هذا أفضل شيء، ولا يختم في أقل منها. فإن ختمت في 3 في أسبوع في 10 أيام في 20 في سنة في شهر فكل هذا خير. المهم أنك لا تقطع صلتك بالقرآن. فهذه من الدروس التي استفدناها من هذا الشهر. استفدنا أيها الإخوة كذلك من هذا الشهر الجود والكرم. الناس يجودون وينفقون أموالهم في سبيل الله، الذي يزكي زكاة ماله الواجبة والفريضة، والذي يزكي زكاة الفطر، والذي يطعم الطعام، والذي ينفق. وأنتم ترون كيف تنقل لنا الصور خصوصا من بلاد الحرمين من مكة والمدينة، كيف سفر الصائمين وكيف إفطار الصائمين وكيف حرص الناس على ذلك وكيف اهتمامهم بها وكيف ينفقون عليها الأموال الكثيرة. وهكذا في بلدان المسلمين الناس يحرصون على إطعام الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره. فكلما كان أجر الصائم أكثر كلما كان الأجر للمطعم أكثر، وأجر الصائم تام لا ينقص منه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث الذي قرأناه قبل قليل، حديث ابن عباس في الصحيح، أن النبي صلى الله يقول أن كان رسول الله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، يعني بالجود والكرم لا يتجاوزه أحد أبدا. وكان أجود ما يكون في رمضان. في رمضان يزيد جود النبي صلى الله عليه وسلم. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. ولذلك فنحن نتعلم هذا الدرس في رمضان. أصبحنا أهل جود وكرم وحب للخير وحب للإطعام وحب للنفقة، يهدي الطعام لجاره لأخيه للمسكين للفقير ونحو ذلك من غير إسراف ولا تبذير. فينبغي أن نستمر على هذه الحالة وأن نجود بما تيسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني لو كان شيئا يسيرا يتصدق الإنسان ينفق في سبيل الله. ومن عجز عن ذلك فعليه بذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الدرس أيضا المستفاد من رمضان. فإن من دروس رمضان المستفادة الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر عبادة ينبغي أن يحرص عليها العبد وأن يكثر منها. وقد كنا في رمضان نذكر الله سبحانه وتعالى. فعند السحور هذه الساعة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إنسان يقوم في السحر يستغفر الله يتوب إلى الله، لأن هذه ساعة ينزل فيها الرب سبحانه وتعالى، فيأكل من هذا الطعام المبارك الذي هو السحور، فإنه الغداء المبارك كما قال أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الإفطار يدعو، وفي أثناء الصيام يدعو ويذكر الله ويسبح الله ويحمد الله على هذه النعم وهذه الفضائل التي أنعم الله بها عليه، ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في أثناء صومه في ليله وكذلك في نهاره وكذلك في ليله. فاستفدنا الذكر، والذكر عبادة عظيمة ينبغي أن يكثر العبد منها وأن يحرص عليها. ويكفينا في هذا أن الله قد أمر بالذكر ومدح الذاكرين وأعلى من شأنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بعمل أتشبث به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ما أدري الوقت معنا ولا نتوقف؟ ممكن شيخنا نأخذ دقيقتين تقريبا إضافيتين. لا بأس. كذلك أيها الإخوة مما استفدناه في شهر رمضان كف الأذى عن الناس، فإن رمضان صيام عن الطعام والشراب وكف للأذى عن الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالمسلم في رمضان يكف لسانه عن الأذى وعن التعدي على الناس. ولهذا قال النبي فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم مرتين، هكذا جاء في النص. فالعبد يتعلم كظم الغيظ والعفو عن الناس والتجاوز، ولا يرد السيئة بمثلها، ولا يرد على من أساء إليه، ولا يسب ولا يشتم، بل يحفظ لسانه عن قول السوء وعن التعدي على الناس بلسانه. لأن كثيرا من الناس في رمضان لا يصبر، ورمضان شهر الصبر، رمضان شهر الصبر، فبعض الناس لا يصبر، فإذا سابه أحد أو شاتمه رد عليه الشتيمة بمثلها وربما أكثر من ذلك، وربما اعتدى بيده وضرب أو سفك الدم أو نحو ذلك مما قد يفعله بعض الجهلة. فنحن ينبغي أن نستفيد هذا الدرس. فاستفدنا من رمضان أن نكف ألسنتنا وأن لا نخطئ على أحد أو نتجاوز حدود ما أباح الله لنا من الكلام، فنتكلم بالخير ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونكف ألسنتنا وجوارحنا وأيدينا وأرجلنا عن فعل السوء أو المشي إليه أو الإضرار بالآخرين. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم القبول والنفع بهذا الصيام وأن نستمر على هذه الطاعات. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا زلاتنا وأن يصفح عنا وأن يغفر لنا ولإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وجيراننا يرحم موتانا ويعافي مبتلانا ويرد ضالنا ويغني فقيرنا ويزوج عازبنا ويشفي مرضانا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات وأن يعيد علينا وعليكم هذا الشهر ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان وسلامة. وسبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. آمين. الله يحفظكم يرعاكم. نستودعكم الله ونلتقي قريبا بإذن الله. إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.